السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يلقاكم هذا الفيديو تكونوا في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم بجوج وصفات. اول وصفه غادي نشارك معكم طاجين محبوب المغاربه، طاجين ديال الدجاج والفريت. هنا عوضت الدجاج باللحم ديال البيبي وجا زوين، جا رائع. الا بغيتي ديري الدجاج ديريه، جا رائع بالنسبه للبنات المبتدئات اللي ما كيصدقش معها الطاجين وما كيجيهاش معلك. واعر بزاف هاد الطاجين لذيذ، نتمنى ان شاء الله تجربيه غادي يعجبك. وثاني وصفه غادي نحتاجو هكا للكوتي اولا الفطور، المسمن بواحد المكون اللي غادي نضيفوه للعجينه، كيعطي واحد البنه واعره، كيجي مورق مع واحد الخلطه ساهله. ديما اعتمديها في المسمن ديالك اولا الملوي وغادي يصدق معاك ان شاء الله، كيجي واعر بزاف. بسم الله على بركه الله، ندوزو الطريقه والمقادير. هنا في واحد الاناء غادي نحتاج واحد 15 درهم تقريبا ديال اللحم ديال البيبي. من الاحسن عوضيه بالدجاج، لان هاد الوصفه الاصليه راه بالدجاج بالفريت. ما كانش عندي دجاج عوضته باللحم ديال البيبي. درت الملحه، من الاحسن درت واحد نص معلقه ديال الملحه. من الاحسن ما ديريش الملحه تذوقي من بعد يبدا تغلى المرقه، هتذوقي لان الدجاج كيكون مغسول بالملحه. وغادي نضيفو مكونات فيهم الملحه. درت ملعقه صغيره عامره ديال السكينجبير، نص معلقه ديال الابزار، ملعقه ممسوحه ديال الكركم اولا الخرقوم. وهنا درت واحد نص معلقه ديال القعقله وبسبيسه كانت عندي. الا ما عندكش ما ديريهاش، ولكن كتعطي واحد المذاق واعر. الا بغيتي شري واحد 10 دراهم مخلطه وحمريها هكا، صهديها في واحد المقيله وطحنيها وخليها عندك هكا في قريعه غادي تحتاجيها، كتجي واعره في الدجاج. هنا درت واحد نص دامة ديال السمن، ما كانش عندي السمن فعوضتها بنص دامة ديال السمن. عندي هنا دامة وحدة ديال الزعفران. وغادي ندير هنا، غادي نحك واحد 5 ديال الفصوص ديال الثومة. كنحكها بالقشرة ديالها باش كتجيني هكا ساهلة، القشرة كتبقى الفوق واللب ديال الثومة كيهبط بلا ما تحتاجي تنقيها كتضيعي الوقت. حكيها بالقشرة ديالها هكا كتجي حسن. ها هي القشرة كتحيد وصافي هكا كتجي حسن، كتستغلي الوقت. وهنا من بعد ما حكيت ديك فصوص الثومه 5 متوسطين، الا عندك كبار ديري غير 3. هنا كان عندي المعدنوس مجمد، درت غير معدنوس كان عندي مجمد في المجمد. الا عندكم طري من الاحسن، درت انا تكون واحد الملعقه كبيره عامره ديال المعدنوس. هنا غادي نحتاج واحد الطاجين، درت فيه من التحت، درت فيه واحد تقريبا واحد 4 كاس ما بين الزيت البلديه والروميه مخلطه. ودرت واحد تقريبا واحد 2 بصلات كبار مشلضين، وواحد البصله خضاريه. المهم جات مخلطه ما بين البصله خضاريه ديال هذا الوقت وما بين ديك البصله الاخرى. صافي ديك البصله الخضاريه دغيا كدوب، ملي كتردوها كطيب دغيا كدوب لان خضره. صافي ضفت هنا واحد نص كاس تقريبا، لا درتي شويه ديال الماء باش نخلط مزيان ديك شرموله. ومن بعد غادي نكمل الماء. درت نص كاس هنا ديال الماء، شللت ديك الاناء، حيت ديك الكويس عندي صغيور فكيدير القياس ديال نص كاس ديال العنبه. انا درت غير نص كاس الاول ديال العنبه. وهنا غادي نقبط واحد 4 حامضه مصيره اولا الحامض مصير. باش انا قلت لكم البنات ما ديروش الملحه في الاول نهائيا، ما ديريش الملحه باش ما يجيكش الطاجين مالح. انا جاني مالح شويه فدرت واحد 4 حامضه كيكون مالح. ودرت الدامه ديال البنه حتى ديال الدامه ديال السمن حتى هو كيكون مالح. فردوا البال الملحه ما ديريهاش في الاول. وتا الدجاج كيكون كيتشلل اولا كنغسلوه بالملحه والحامض. هنا ضفت نص كاس واحد اخر، فاحتاجيت كاس ديال العنبه بالقياس كاس ديال العنبه ديال الماء. صافي غادي نغطيه وغادي نردو كيطيب. معروف الطاجين يطيب على عافيه مهيله. صافي من بعد ما بدا كيغلي، هنا غير بدا كيغلي وما شاء الله المرقه جات ملبيه
واحد الريحة ديال داك بسيبيسة وقع قلة كتعطي واحد الريحة واعرة بزاف. غير ما تكتروش منها، ديروا غير راس معلقة صغيرة، ما ديروش بزاف. ديروا بحال ربع معالق صغيرة ماشي تا نص. كتعطي واحد البنة واعرة في المرقة. ديما ديروها في المرقة هكا ديال الدجاج اولا حتى ديال اللحم، كتعطي واحد البنة واعرة. هنا كيف ما قلت لكم بدا كيغلي. صافي احتاجيت غير كاس ديال الماء ديال العنبة. هي كنصحكم يكون العافية مهيلة. هانتوما كتلاحظوا بدات كتغلي وشوف المرقة كي دايرة خاسرة. العافية تكون مهيلة. وديروا هاد المعلقة اللي شفتوا الطاجين ديالكم بدا كيفيض، ديروا هاد المعلقة باش ما يفيضش ليكم. صافي خليته كيطيب. من بعد ما طاب، ملي تحسوا بالدجاج ديالكم طاب صافي وتعلكت هكا المريقة، صافي بركة عليها لان مازال كيزيد يشرب الطاجين. رديت الفريد كيتقلى، قليته مسوس لان المرقة مالحة واحد شوية، فما بغيتش ندير له حتى هو الملحة. قليته مسوس وكنقدموه بهذه الطريقة. معروف حنا المغاربة كنحماقوا عليه، كيجي معلك لذيذ 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 بزاف. نتمنى ان شاء الله تجربوا، غادي يعجبكم ويصدق معكم ان شاء الله. انا غادي ندوزو. كنحتاجو هكا المسمن للفطور اولا للكوتي، كيبقى واعر بزاف واخا كيصبح، اولا مباشره كديرو في المجمد وكتولي تخرجيه من المجمد كيولي بحاليها طيبتيه، كيجي مقرمل من برا ومن الداخل كيجي خفيف وفتي واعر. هنا عندي في واحد القياس ديال الدقيق، عندي 700 غرام ديال الفرص بيض اولا الفرص رطب. 700 غرام ما يعادل بالكاس د العنبة 7 الكيسان ديال الكاس د العنبة ديال الفرص رطب، مع كاس معامرش ديال الفينو ما يعادل بالميزان 100 غرام ديال الفينو و700 غرام ديال الدقيق اولا الفرص رطب. هنا درت واحد الملعقة صغيرة ممسوحة د الملحة، عندكم تكتروا الملحة، الا جاكم مالح كيجي قبيح فردوا البال الملحة. ودرت واحد الياغورت مسوس كيعطي واحد البنه واعره بزاف لهاد العجينه، كيجي مبنن راسو براسو واخا بلا ما دهنوه بالفرماج كيجي لذيذ. درت واحد الملعقه كبيره ديال السكر سنيده تكون عامره، يمكن لكم تعوضوها بالعسل. وهنا السر ديال العجينه ديال المسمن باش ملي كيطيب كيجي فتي وزوين، ما كيجيش كيتجبد، اللي هو واحد راس معلقه صغيره د الخميره ديال العجينه ديال الخبز اولا الخميره المعجونه اولا الحبيبات ديال الخبز. راس معلقه تقريبا واحد الحموصه كبيره قياس. مهم راس معلقه صغيره ما تكتروش، بحال ديروا غير قياس ديال حموصه هكا كبيره. صافي من بعد ما عجنتها بالماء بارد، ما كديروش الماء دافي، ماء بارد كنعجنها. وضروري العجينه تكون شاده في راسها، ما تكونش كتلصق نهائيا، تكون شاده في راسها وبحال قاصحه ماشي قاصحه بزاف، تكون رطبه وقاصحه ما تكونش كتلصق باش هكا يصدق معاكم. دهنتو ما دلكتو ما حتى شي حاجه، غير جمعتو دلكتو بواحد شويه ما دلكتوش غير جمعتو ودهنتو بواحد شويه ديال الزيت وغطيته بالسلوفان اولا بلاستيكه وخليته واحد مده ساعه المكانه. من الاحسن خليوه واحد ساعه ونص باش كيرتاح والعجينه كتطلق راسها وكتدلك راسها لراسها. مباشره غادي نبدا نقطع الكويرات. بالنسبه للقياس ديال الكويرات نتوما حرين، ديري اختي اللي تسلكك، بغيتي ديرهم هكا صغيورين ديريهم، بغيتي ديري كبارين ديريهم. صافي غادي نبدا نكور وغادي نحط واحد البلاطو اللي هكا دهنه بواحد شويه ديال الزيت. العجينه البنات كنأكد العجينه ضروري تكون قاصحه، ما تكونش رطبه وكتلصق، غادي يعذبكم وما كيجيش حتى مورق. السر د الملاوي باش يجيكم مورق العجينه تكون شاده في راسها، ما تكونش قاصحه بزاف حتى ما تقدريش تطلقيها، وما تكونش رطبه بزاف كتحسي بها دغيا المهم ما شاداش في راسها، تكون ما بين وبين باش يصدق معاك ان شاء الله. صافي من بعد ما درت درت 15 حبه، دهنتها بواحد شويه ديال الزيت وغادي نغطيها بالبلاستيكه ونخليها كترتاح. ضروري هاد المراحل ديال المسمن ضروري خليو كل ما بين مرحله ومرحله ضروري يبقى كيرتاح.
في الاول ردينا العجينه كترتاح، من بعد قطعناها وخليناها عاوتاني في البلاطو كترتاح باش هكاك يصدق معاك. كل مرحله ومرحله خصو يرتاح. انا غادي ندوزو للخلطه اللي كتجي واعره بزاف. عندي كاس ونص ديال الزيت، الكاس بالقياس د العنبه، كاس ونص د الزيت، معاه واحد 50 غرام درت ديال الزبده ديال التوريق ديال الاطلس. 50 غرام تكون واحد الملعقه كبيره هكا. هاد الزبده ديال التوريق حتى هي عطات نتيجه صراحه، لان ديال التوريق درت كميه قليله مع 3 المعالق ديال الفينو وجوج معالق ديال الدقيق، واحد الخماره وحده. هاد الخلطة هادي واعرة بزاف، نتمنى ان شاء الله تقيدوها عندكم وتبقاو ديما ديروها لا في المسمن ولا في الملوي، كتجي واعرة بزاف. كاس ونص ديال الزيت مع واحد 50 غرام ديال الزبدة. استعملت يعني واحد الكمية قليلة ديال الزبدة ديال التوريق. يمكن لكم ديروا لدة الا عندكم، يمكن لك ديري سنترال الا بغيتي هكا المذاق يكون واعر، ديري واحد 100 غرام ديال الزبده ديال سونترال، كتعطي مذاق حتى هي زوين. ولكن العجينه عندنا فيها الياغورت كتكون بنينه، واخا ما ديريش الزبده ديال التوريق كتساعد في التوراق. ونتمنى تجربي بنفس الطريقه اللي درت، غادي تحصلي على مسمن واعر. هنا غادي ندهن سطح العمل بشويه ديال الزيت. كنسرح الحبه الاولى كنحطها هكا على جنب، وكنولي نسرح الحبه الثانيه. هاد الطريقه هادي كتختصر الوقت كتجي وحده في قلب وحده، وكيجي مورق، وكتجي الحبه ديال المسمنه كتجي كبيره، كيجي زوين صراحه. هاد الطريقه جربوها زوينه، احسن ما تطلقوها كامله وتربعوها وتوليو ديروا وحده اخرى وتربعوها وديروا وحده في قلب وحده، كتاخذ لكم الوقت. هاد الطريقه احسن. صافي قبضت الكويره الثانيه طلقتها وغادي ندير فيها الخلطه اللي فيها الزيت، الزبده، خماره، 3 المعالق ديال الفينو، 2 معالق ديال الدقيق. يمكن لكم ديروا حتى 3 المعالق ديال الدقيق، غير هو من الاحسن الفينو يكون غالب على الدقيق. غادي نقبض ديك الحبه الثانيه وغادي نضيفها من بعد ما دهنت واحد 2 معالق كبار ديال الخلطه. غادي ندير القطعه ديال اللي طلقنا في الاول على الاولى، وهكا كنلاقيهم بجوج وكنبدا نسرح. انا غادي نبدا نورق بحال اللي كنورق شي وحده، غير حبه وحده. هما ملاقيين بجوج، ولكن واخا هكا خصني نورقهم. صراحه الكاميرا ديال التليفون ما عطاتوش حقه في التصوير، كيجي مورق مورق واعر واعر واعر. نتمنى ان شاء الله تجربوه، غادي يعجبكم بزاف. انا كنزيد نطلق، غادي ندير تقريبا واحد 2 معالق. هنا غادي نلوي كي كنلويو المسمن عادي، كنطوي وحده قبالت وحده اخرى. وهنا غادي ندير واحد شويه ديال ديك الخلطه وغادي نطويها على 3. الا بغيتو تسرحوها تزيدوا تسرحوها طويوها على 4، غادي تحصلوا على فيلطاج كتر اولا طبقات كتر في الملوي. صافي كنبقى مستمره حتى كنكمل. غير هو الغلط درت في الاول، درت 15 حبه، كان عليا نقسم كل حبه شويه ونكمل 16، لان درت وحده في قلب وحده، فوحده بقات لي بلا اختها. وصافي ورقتها عادي كيف كنديروا المسمن بلا وحده في قلب وحده. جات شي وحيده صغيره حتى هي جات واعره، جات مورقه. صافي من بعد ما كملتهم كاملين وليت غطيتهم بالسلوفان وخليتهم عاوتاني كيرتاحوا كل مرحله ومرحله باش هكا يصدق معكم مسمن. كل مرحله ومرحله خليو الحاجه ترتاح اولا خليوه يرتاح. بعد ما كملتهم درتهم في البلاطو وغطيتهم خليتهم كيرتاحوا باش يعطيني الطوع باش من بغي نقرصو. هنا فواحد على عافيه تكون متوسطه حطيت المقله، دهنتها بواحد شويه ديال الزيت، وكنحط فيها الحبه الاولى،
ديال المسمن من بعد ما ورقتوه هكا طلقتوه مزيان. طلقوه، خصو يجي رقيق باش حيت مازال كيتنفخ، كيتورق وكيتنفخ. فطلقوه مزيان هكا، رقوا العجينه ما تخليوهاش غليظه. صافي مباشره غير كنديرو في المقله، كندهنو بالزيت كنقلبو مباشره، ما تخليوهاش باش هكا كيتورق معاكم. وما شاء الله شوفوا، انتم غادي تلاحظوا كيتنفخ هو مازال خضر. ما شاء الله نتوما كتلاحظوا، انا كنوريكم بالصبع ديالي كيتنفخ هو مازال خضر، كيجي واعر بزاف. نتمنى اللي ما عرفتش الطريقه تولي تعاود الفيديو بالنسبه للبنات المبتدئات، وان شاء الله غادي يصدق معاك. انتم كتلاحظوا ديك البلايص اللي كتشوفوهم بويض دهنوا فيهم شويه ديال الزيت، غير كنحطها كنولي نقلبها. هذا هو السر. اسرار هما في المسمن باش يصدق معاك. هذا سر من الاسرار ديال المسمن، هو ملي تحطيه قلبيه دغيا دغيا باش هكا كيتورق معاك. ما تحطيش وتخليه حتى يتحمر، راه ما غاديش يبغى يتورق. ما شاء الله كيتنفخ، كيجي مهوي. هانتوما كتلاحظوا كنحطو شويه، كنحس به الذهب، واحد شويه كنقلبو الجهه الاخرى. والعافيه ما تكونش مجهده باش ما يتخطفش ليكم، وتكون العافيه هكا متوسطه اولا قل متوسطه واحد شويه. ما ديروهاش مهيله غادي يقصح ليكم، ما يبغيش يتنفخ. تكون من الاحسن متوسطه، وكتبقاو مستمرين حتى كتكملوا ديك الكميه اللي عندكم كامله. كيجي واعر بزاف كيف ما كتلاحظوا، واحد اللون متساوي ذهبي متساوي، ما كيجيش هكا كحل اولا فيه نقيطه كحل، شي بيض وشي بيض وشي كحل. ما كيجيش المنظر ديالو زوين. كيعجبني هكا يكون حمر، كله متساوي في الطياب ديالو. صافي كنبقى مستمره حتى كنكمل. وبالصحه والراحه الى وجدتوه غادي يعجبكم بزاف، لان فيه الياغورت مسوس كيعطي واحد البنه زوينه المسمن بلا ما تحتاجوا تدهنوه. الا بغيتو بلا ما تدهنوه، كانت عندكم عسيله كيجي واعر، فرماج اولا المربى هنا غادي ندهنو. هانتوما كتلاحظوا كيجي مورق. هنا غادي ندهنوه بواحد شويه ديال المربى ديال الفريز اولا كوفيتير ديال الفريز، طيبناه غير في الدار وكيجي واعر بزاف حتى هو. ان شاء الله علاش لا نشارك معكم شي فيديو ديال الطريقه ديال المربى ديال الفريز. هادشي ما كاين. نتمنى ان شاء الله الفيديو اليوم تاخذوا فكره ولو تكون بسيطه تعجبكم، غادي نكون فرحانه بزاف. خليتكم في رعايه الرحمن. تهلاو في راسكم، نتلاقاو ان شاء الله الا بغى ربي فيديو واحد اخر. بسلام عليكم.